يا جماعة ركزوا معايا من أول لحظة، لأن اللي هقوله دلوقتي مش أي كلام، ده مش مجرد خبر اقتصادي عادي، دي حكاية سيادة ونفوذ بتتكتب دلوقتي في صمت من غير ما حد ياخد باله. القصة بدأت من آخر 2022، مصر كانت بتطبخ طبخة تقيلة مع سلطنة عمان. المفاوضات ما كانتش معلنة، ورئيس السيسي بنفسه كان بيديرها مع السلطان هيثم بن طارق، والموضوع ما كانش صفقات وخلاص، لا، ده كان مخطط استراتيجي بيغير شكل المنطقة. مصر قررت تتحول من دولة بس بتدافع عن حدودها لدولة عندها نفوذ هجومي. يعني إيه؟ يعني حدودنا مش بس خط مرسوم على الخريطة، لا، بقت ممتدة لحد مناطق استراتيجية زي مضيق هرمز. طب ليه عمان؟ عمان يا سيدي هي القوة الصامتة في الخليج، مش بتدخل صراعات، لكن موقعها يخليها ماسكة مفاتيح تجارة وطاقة العالم. المضيق اللي عندها بيمر منه 20% من نفط العالم و35% من تجارة الغاز، يعني اللي يسيطر هناك يقدر يتحكم في أسواق كاملة. وهنا يجي المخطط، مصر زائد عمان يساوي محور جديد من مضيق هرمز لحد قناة السويس. يعني قناة السويس مش بس محمية جوه حدودنا، دي بقت مؤمنة من المنبع نفسه. الصفقة المعلنة قيمتها حوالي 25 مليار دولار، واللي ورا الكواليس أكبر من كده. منها إيه؟ ربط موانئ مصر بموانئ عمان، وإنشاء خط ملاحي مباشر. شركات مصرية هتبني وتطور بنية تحتية كاملة جوه عمان، طرق، كباري، موانئ، مطارات. استثمارات ضخمة في التعدين بمصر، خصوصا النحاس والذهب. مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر باستثمارات بالمليارات. وكمان تعاون عسكري، صناعات، مسيرات، وصفقات تسليح. يعني مش اقتصاد بس، ده نفوذ ممتد بيخلي مصر لاعب رئيسي في الخليج وآسيا وأفريقيا. الخلاصة، اللي بيحصل مش صدفة، مصر بتعيد رسم خطوط اللعبة. السياسة دلوقتي ما فيهاش صديق أو عدو دائم، في مصلحة، والمصلحة دي بتقول إن القاهرة رجعت تبسط نفوذها على أهم شريان طاقة وتجاري في العالم. والسؤال الكبير، لما مصر تبقى فاتحة بوابة نفوذ من هرمز لحد السويس، مين يقدر يوقفها؟